هو في حلاوة كده، دي أكتر أكلة أنا بعشقها بعد الورق عنب، لازانيا. بس إيه؟ حدوته. حلة مية على النار نسلق فيها اللازانيا وناخد بالنا عشان هي بتاخد حوالي 8 دقايق، ونتعامل معاها بكل حساسية. نشيلها على طبق على جنب، وعشان ما تلزقش معانا نبدأ نفردها كده ونحط ما بينها كيس ثلاجة، نبدأ نحط الطبقة اللي جاية. دي أسهل طريقة إنك تستعمل بيها اللازانيا. طاسة على النار فيها شوية زيت ومكعبين زبدة، ونبدأ نحط بصلاية مفرومة، بعد كده نحط فصين توم، ونبدأ نقلب تقليبة حلوة. هات بقى نص كيلو لحمة مفرومة. أول ما اللحمة تبدأ تخش كده في مرحلة التسوية، هنتبلها بملح وفلفل وشوية بهارات لحمة وسنة قرفة وشويه بابريكا. يا لهوي دي حدوته. انا النهارده جاي ادلعكم طماطم مبشوره او مضروبه ومعلقه صلصه بيوريه وشويه ميه، ويا سلام لو خدنا من سليق المكرونه، وفي الاخر رش السكر. كده اللحمه بتاعتنا جاهزه. ندخل في الصوص. حله على النار فيها شويه زيت ومكعبين زبده و3 معالق من الدقيق. اول ما الدقيق يدوب كده مع الزبده، جهز شويه لبن وابدا انزل واحده واحده وانت بتقلب لحد ما يوصل معاك للقوام ده. بعد كده نبدا نتبلها بملح وفلفل ونص مكعب مره. نعلي بالتيست. احنا كده عملنا صوص البشاميل. نعلي التيست اكتر بقى بشويه جبنه موتزاريلا وضربهم في الصوص. ايه يا واد يا حدوته الكريمه دي. هات بقى اي قطعه وبراحتك. عموما كده كده التقديم براحتك. عندي قطعه بدات اقطع بيها كده المكرونه عشان عايز اعمل لكم طبق زي ما بناكله بره، وكده كده التقديم براحتنا، المطبخ بتاعنا والاكله بتاعتنا ومحدش له حاجه عندنا. هنبدا بقى نقطع، نحط طبقه مكرونه وطبقه لحمه وطبقه بشاميل وهكذا لحد ما توصل للطبقه الاخيره. نحط شويه جبن مشكله كده على الوش ورشه بابريكا وتدخلها الفرن 10 دقائق. الجبنه تسيح وعينك عليها. انا عايز الجبنه تسيح تطلع معاك بالشكل ده. عايز اقول لكم الاطباق الشيك اللي انا استعملتها في الوصفه دي جايبها من اسامه جوده. الاطباق بتاعته شيك وحدوته وحاجه اخر دلع. انا كده خلصت حاله النهارده. انا حاسس ان انا قدمت لكم حاجه زي ما بناكلها في المطاعم. اعمل سيف للحلقه دي لانك هتحتاجها في رمضان وبعد رمضان. كل سنه وانتم طيبين. سلام.